كيف يتحول الابن المدلل وخريج الأزهر إلى شيطان يخطط لإنهاء حياة السيدة التي كانت سبباً في وجوده؟ رحلة البحث عن الحاجة فاطمة بدأت برسالة نصية مريبة، وانتهت بمشهد مرعب داخل مخزن المنزل. بدأت الحكاية بغدر لم يتخيله عقل، حيث اختفت معلمة القرآن في ظروف غامضة لتترك خلفها أسئلة تتردد كالأصداء، والحقيقة كانت للأسف مدفونة تحت أقدام عائلتها. صيف العام 2023. المكان: محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية. الساعة كانت تشير لبداية اليوم، وفي زقاق هادئ جدا كانت تفوح منه رائحة الياسمين كان يقبع بيت السيدة فاطمة، معلمة القرآن الكريم. جدران البيت العتيقة هذه كانت شاهدة على سنوات طويلة من الذكر والتلاوة. السيدة فاطمة كانت قد خصصت بعض غرف منزلها لتكون مأوى للعلم، حيث تجمع الأطفال حولها يتعلمون فنون التلاوة. المنزل كان ينبض بالحياة بفضل زوجها وأبنائها الذين كانوا يعودون إليها وهم حاملين ضحكاتهم. لكن في لحظة غير متوقعة اختفت الحاجة فاطمة في ظروف غامضة، وتركت خلفها أسئلة تتردد كالأصداء. بدأت القصة في مساء هادئ عندما أرسلت السيدة فاطمة رسالة نصية إلى أسرتها تخبرهم بأنها ستزور شقيقتها. رغم أن الحدث كان عاديا، إلا أنه أثار قلق أبنائها وزوجها، حيث كانت فاطمة تفضل التواصل الهاتفي. في اليوم التالي حاول الأبناء الاتصال بها، لكن الهاتف كان خارج الخدمة. قرروا الاتصال بخالتهم، لكن الخالة أخبرتهم أنها لم تر فاطمة منذ أيام. سيطر الذعر على الجميع، وتبادل الأبناء النظرات القلقة مع والدهم. في تلك اللحظات شعرت الأسرة بأن الجدران تضيق عليهم والهواء أصبح أثقل. يا ترى أين اختفت الحاجة فاطمة؟ ويا ترى من يكون الشخص الذي انتحل هويتها لإرسال تلك الرسائل النصية لأفراد أسرتها؟ ويا ترى من قد يقدم على أذية امرأة مسنة ومسالمة كرست حياتها لتحفيظ كتاب الله؟ لمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات، هيا بنا سويا لنبدأ الحكاية. بعدما يئس أبناء الحاجة فاطمة من العثور على والدتهم، لجأوا لتقديم بلاغ رسمي باختفائها في مركز الشرطة. وعندما ذكر أفراد الأسرة تفصيلة الرسالة النصية، علم المحققون على الفور بأنهم بصدد التعامل مع جريمة تم التخطيط لها بدقة، الأمر الذي جعلهم يتعاملون مع اختفاء المرأة المسنة بجدية بالغة. بدأ المحققون عملهم بإجراء تحريات مفصلة عن الحاجة فاطمة وعن أسرتها وعن طبيعة علاقتهم بمجتمعهم المحيط بهم، في محاولة منهم لتحديد ما إذا كان شخص ما يضمر في صدره الحقد تجاه هذه المرأة المسالمة. عاشت الحاجة فاطمة في منزل بسيط بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية، وكانت سيدة معروفة بالتقوى والوداعة، وفوق كل شيء كانت من حملة كتاب الله عز وجل، حيث أنها كانت تحفظ القرآن الكريم وعملت في تدريسه وتحفيظه. خصصت السيدة فاطمة بعض الغرف في منزلها المتواضع لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم، حيث تحولت تلك الغرف إلى مجالس صغيرة تضم العشرات من الأطفال والعديد من النساء الذين يحضرون لتعلم أحكام القراءة والتجويد والحفظ.
كانت السيدة فاطمة امرأة متدينة وخلوقة، حيث كانت دائمة الابتسام، كما أنها كانت زوجة وأما مخلصة، فقد كانت هي المسؤولة عن رعاية أبنائها، فيما كان زوجها مشغولا بعمله في وظيفته. مرت السنوات، وبدأت السيدة فاطمة وزوجها يشيخان، وتزوج معظم أبنائهما، فيما ظل بعضهم يعيش في المنزل ذاته مع الوالدين المسنين. ومن بين كل الأبناء برز اسم طه سيد باعتباره مدلل الأسرة. طه سيد كان في العشرينيات من عمره، وقد تخرج في إحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر الإسلامية، لكنه لم يلتحق بأي عمل بعد تخرجه من الجامعة، ولم يكن يتحمل أي مسؤوليات مادية أو معنوية تجاه الأسرة، مستغلا أن والديه كانا يحققان له كل مطالبه ويهتمان بكافة شؤونه كما لو كان طفلا صغيرا. لم تكن السيدة فاطمة وزوجها يشتكيان من سلوك ابنهما المتكاسل، وكانا يتعاملان مع الأمر بسلاسة بالغة، حيث اعتبر أن ابنهما كان لا يزال متعثرا في العثور على عمل مناسب، وأنه كان في أمس الحاجة للمساعدة من أقرب الناس إليه. بدورها عززت تلك الحياة السهلة من شعوره بالأنانية وحب الذات، وبات أكثر تطلبا وضغطا على والدته كي تلبي رغباته. ومع الوقت بدأت تلك الأنانية تتسبب في وقوع الكثير من المشاكل والنزاعات بينه وبين والدته، ومحدش بيخرج منها سليم، خصوصا بعدما أبدى رغبته في الاستحواذ على شقة شقيقه. كان شقيق طه قد بنى لنفسه شقة خاصة أعلى منزل الأسرة وتزوج، لكنه انفصل عن زوجته منذ فترة من الوقت على إثر عدة خلافات زوجية متتالية، ومنذ ذلك الحين بقيت تلك الشقة مغلقة، ولذلك طمع طه بالاستحواذ على تلك الشقة لنفسه. وبما أن شقيقه قد انفصل عن زوجته بالفعل، فقد قرر طه إنه يتزوج هو في تلك الشقة. صدم طه برفض والدته للفكرة برمتها، حيث أن الشقة كانت ملكاً لشقيقه الذي شيدها بماله الخاص دون تلقي أي مساعدة مادية من والديه، الأمر الذي يعني أن ملكيتها تعود له وحده، وأنها ليست متاحة لطه الذي كان يرغب في الاستيلاء عليها بتلك الصورة. في المقابل اقترحت السيدة فاطمة على طه إنها تساعده على بناء شقته الخاصة، أو حتى مساعدته على تحمل نفقات إيجار شقة أخرى في المنطقة. لكن تلك الحلول لم ترض طه، الذي اعتبر أن والدته كانت منحازة لأخيه، وأنها كانت تحرمه من حقه الأصيل، وهو ما أدى إلى العديد من النزاعات بين طه ووالدته. يوما بعد يوم كانت حدة هذه النزاعات تتصاعد بين الأم وابنها، وقد بلغت مبلغ الشجار في أكثر من مرة، حيث كان كل من الطرفين مصرا على موقفه، وهو ما جعل طه يقتنع أن والدته تفضل شقيقه عليه، لدرجة أنها تؤثر إغلاق الشقة على إتاحتها له ليتزوج فيها. عندما علم المحققون بهذه التفاصيل وبطبيعة الخلاف الحاد بين طه وبين والدته، أدركوا أن طه هو آخر من شوهد برفقة السيدة فاطمة قبل أن تختفي عن الوجود بهذه الصورة الغامضة. تم استدعاء الشاب للتحقيق في مركز الشرطة، وأثناء استجوابه كان طه يبدو هادئا إلى حد كبير، وقد أجاب على أسئلة المحققين دون تردد. لكن لسبب ما كان بعض المحققين يشعرون أن طه لم يكن يقول الحقيقة، وأنه كان يحاول إخفاء أمر ما. وقع اللقاء الأخير بين طه ووالدته في منزل الأسرة، ولذلك فقد قرر المحققون تفتيش المنزل بأسره بحضور طه. وعندما بدأ المحققون من الاقتراب من الطابق السفلي الذي كانت الأسرة تستخدمه كمخزن تكدس فيه الكثير من الأغراض القديمة،
بدأت علامات التوتر والارتباك تظهر على وجه الشاب. على الفور أدرك المحققون أن طه كان يخبئ شيئا ما داخل المخزن، ولذلك فقد تم تفتيشه بشكل أكثر دقة. وسرعان ما لفتت كومة من المفارش والسجاد القديم نظر المحققين، حيث كانت تلك الكومة مكدسة فوق بعضها البعض في زاوية معينة من المخزن، وبدا الأمر كما لو كان شخص ما يحاول إخفاء أمر تحت تلك الكومة. أزاح المحققون كومة السجاد والمفارش تلك، ليفاجأوا بذلك المشهد المرعب، حيث كانت جثة الحاجة فاطمة ترقد في قبر ضحل تم حفره حديثا. ومن الواضح أن الجاني لم يتسن له الوقت لردم القبر، ولذلك فقد وضع كومة الأغراض تلك فوق الجثة لإخفائها. كانت كل أصابع الاتهام تشير إلى الابن طه، الذي لم يتمالك نفسه من هول المشهد، وشرع في اعتراف مفصل شرح من خلاله للمحققين كيف استدرج والدته للمخزن، وعمد إلى إنهاء حياتها بتلك الطريقة الغادرة بعد أن شعر بتعرضه للظلم على يدها. أوضح طه في حديثه مع المحققين أنه في مرحلة ما من خلافه مع والدته بدأ يضمر الحقد تجاهها، وترك الشاب عقله وأفكاره في يد شيطانه الذي نجح في النهاية في إقناعه بالتخطيط للانتقام من والدته. في 5 من شهر أغسطس لعام 2023 شرع طه في تنفيذ مؤامرته الشريرة ضد السيدة التي حملته في بطنها وأطعمته ودللته لسنوات طوال، حيث استيقظ الشاب في صباح ذلك اليوم مصطنعا البسمة والابتهاج، وتظاهر بأنه يريد إصلاح الأمور مع والدته وإعادة أجواء الود إلى المنزل من جديد. من جانبها ابتهجت فاطمة لمبادرة ابنها للصلح، وعندما طلب منها طه أنها تساعده على تفحص بعض الأغراض الموجودة في المخزن في الطابق السفلي، لم تتردد فاطمة في الذهاب معه دون أن تعلم أنها بذلك تسير بقدميها إلى حتفها. كانت الأسرة تحتفظ بالكثير من الأغراض القديمة في ذلك المخزن، وقد أخبر طه والدته أنه كان يريد أن يعثر بين تلك الأغراض القديمة على شيء قد يستفيد منه في تجهيز نفسه للزواج، لكنه كان في الحقيقة يضمر الشر تجاه والدته، ولذلك فقد قام الشاب بتعطيل كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في المنزل. قاد طه والدته نحو المخزن، وما إن تجاوزت المرأة عتبة الباب حتى فوجئت بابنها ينقض عليها ويوجه لها ركلة عنيفة وقاسية لتسقط على الأرض من فورها. وقبل أن تتسنى لها الفرصة لتعرب عن اندهاشها، جلس طه فوقها ضاغطا ركبتيه على بطنها وبدأ يخنقها بيديه. كانت الأم تصرخ مستنجدة، وكانت تتوسل من ابنها أن يتركها، مشيرة إلى أنها ستدعه يفعل ما يشاء. لكن صرخات الأم ودموعها وتوسلاتها لم توقظ ضمير طه، الذي استمر في خنق والدته بهذه الطريقة العنيفة حتى فاضت روحها إلى بارئها في النهاية. كان طه قد خطط لجريمته مسبقا بشكل في غاية الدقة، حيث عمل الشاب على حفر قبر ضحل في المخزن قبل أن يقتاد والدته إلى هناك، وما إن تأكد أنها فارقت الحياة حتى قام بنقلها إلى تلك الحفرة وغطاها ببعض المفروشات والأغراض الأخرى التي كانت مكدسة في المخزن، وكان ينوي العودة في المساء لردم الحفرة بالكامل. بعد ذلك أمسك طه بهاتف والدته وأرسل عدة رسائل لأشقائه يدعي فيها أن والدته ذهبت لزيارة شقيقتها وأنها ستبيت ليلتها هناك، وبذلك استطاع طه إنه يكسب المزيد من الوقت قبل أن يبدأ أفراد الأسرة في البحث عن فاطمة. على إثر تلك الاعترافات التفصيلية،
تم إلقاء القبض على طه، ووجهت له السلطات تهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد. وبعد أسابيع قليلة أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وفي قاعة المحكمة ترنحت قلوب الحاضرين حين عرضت النيابة ملخصاً موسعاً للقضية. كانت المرافعة مؤثرة، حيث وصفت كيف نسى الابن ما تعلمه من قرآن، وأقدم على خنق أمه الحافظة لكتاب الله عز وجل. في الجلسة النهائية وقف المتهم وراء القضبان متظاهراً بالتماسك، فيما تحدث رئيس المحكمة موجهاً خطاباً إلى طه ضمن ما يعرف بالكلمة الأخيرة من المحكمة قبل النطق بالحكم، وقد كانت الكلمة تقشعر لها الأبدان. يا طه، كنت طالباً بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، وتعلمت فيها كيف يكون البر بأمك، لكن قد اقترفت شيئاً، إذ جرماً عظيم اهتزت له السماوات السبع والأراضين، فقتلت نفساً بغير حق، ألا وهي أمك. بعد هذه الكلمات المؤثرة أعلن القاضي أن المحاكمة قد أخذت جميع إجراءاتها، واستطلعت رأي مفتي الجمهورية كما تقتضي القوانين في قضايا الإعدام، ثم أصدر الحكم. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة طه سيد حسن سيد معاذ المليجي بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ارتفعت أصوات البكاء في القاعة ممزوجة بالدهشة والوجوم. كثير من الحاضرين كانوا يتساءلون: أيعقل أن يحكم على شاب كان يفترض به أن يخدم أمه بالإعدام لقتله إياها؟ إنها مفارقة تقشعر لها الأبدان، غير أنها منصفة بمقياس العدالة. حاول محامي المتهم التقدم بطعون أمام محكمة النقض، آملين في تخفيف الحكم إلى المؤبد، لكن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام، مستندة إلى توفر سبق الإصرار والترصد وخداع الضحية، إضافة إلى أنه قتل أمه حافظة القرآن مسالمة بلا أي مسوغ مبرر للقتل. هكذا صار طه نزيلا في سجن شبين الكوم ينتظر تنفيذ القصاص. وعلى الجانب الآخر تعيش الأسرة المنكوبة في حزن لا ينضب، إذ فقدت الأم الشهيدة على يد فلذة كبدها، وخسرت الابن المدلل إلى حبل المشنقة. وفعلا في طريق الشر لا الضحايا ولا الأهالي ولا المحققين، لا أحد يخرج منها سليم.